تعالوا مع بعض نشوف ملخص مباراة ريال مدريد ومارسيليا، أول مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا. المباراة اللي بتقام في البرنابيو. المباراة سجال ما بين الفريقين، ولكن ريال مدريد ضيع أهداف كتيرة جدا، خصوصا الناشئ الأرجنتيني الجديد، أصغر لاعب لعب للأرجنتين في دوري أبطال أوروبا بعد ليون ميسي. ضيع أهداف، وكيليان مبابي ضيع انفرادات. طبعا تقدم مارسيليا بالهدف الأول عن طريق ابن جورج ويا. طبعا جورج ويا المعروف اللي هو الحائز على الكرة الذهبية، اللعيب الوحيد الأفريقي الحائز على الكرة الذهبية، أفضل لاعب في العالم. وحاليا هو بيشغل رئيس جمهورية ليبيريا. وبعد كده بيتعادل كيليان امبابي من عرقلة لرودريجو في منطقة الجزاء. أسيبكم مع ملخص المباراة.